ازيكم حلوين عاملين ايه؟ بجد اللي عنده اير فراير ومش بيستخدمها فايته كتير جدا جدا. الاير فراير حلوه جدا في كل شيء بجد، وتحميرها واليتها حلوه جدا جدا. خصوصا في تحمير البطاطس اللي ناس كتير جدا بتشتكي منها. انا هنا بجيب البطاطس على بعضها وبسلقها كامله بالقشر، وبرجع يعني اقشرها خالص من القشر بتاعها واقطعها صوابع، وابدا ان انا اجيب ورقه زبده وارشها زيت. ورقه الزبده نفسها برشها زيت، وبعد كده ببدا احط كميه من البطاطس في الحله بتاعه الاير فراير على قد ما تاخد، بس ما زودش اكتر من كده. وبعدين ما برشش زيت تاني ولا اي حاجه خالص. ببدا ان انا ارصها كويس واقفل الاير فراير على بالظبط 12 دقيقه على درجه حراره 200 بالظبط بالظبط، مش اكتر من كده. بتطلع واخده لون وقرمشه خطيره جدا جدا جدا. الاير فراير كمان مش في الفراخ، مش في البطاطس بس، لا انت ممكن تشوي فيها فراخ، ممكن تشوي فيها لحمه، تشوي فيها كفته. شوفوا يا جماعه، اللهم بارك، طالعه خطيره جدا. انت طبعا لو عايزه اللون اكتر من كده ممكن ان انت تديها تقليبه وتطلعيها. انا ما بديش تقليبه خالص، انا بسيبها زي ما هي وببدا ان انا اطلعها في طبق. شوفوا بتبقى خطيره جدا جدا. ما بتبقاش شاربه زيت نهائيا، لان ورقه الزبده بتبقى مجرد ان هي مرشوشه طبقه زيت خفيفه جدا. وكميه البطاطس لو كبيره انا بقسمها على مرتين، مش صح ان انا احط البطاطس كلها مره واحده واقلي وخلاص. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسيش في السبسكرايب او الاشتراك. مع السلامه.